بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ومتابعي قناة ملعب مصر في كل مكان، معكم سيف وحلقة جديدة. حلقة اتأخرت شوية بس مش مشكلة. اشتركوا بقى في القناة وفعلوا الجرس ولايك وايه وكومنت وقولنا كده رأيكم في الحلقة. النهارده هنحلل دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية المجموعات. طيب، وزي ما انتم عارفين بقى، أنا فترة كده في التحليل بيكون معايا محمود دايما، فنرحب بيك يا محمود أولا. مرحب بيك يا سيف، ومرحب بكل مشاهدي القناة، وأنا أعتذر على التأخير. أنا السبب. تمام. انا كنت مجهز على فكره، بس هو قال لي خليها من الخميس. انا كانش عشان عندي محاضرات تاني يوم والله، بس عشان انا ظروف هو اللي عنده الكلية. محاضرات. م، أنا عندي محاضرات من حد للخميس في الكلية. بالظبط كده بعدين بخلص الساعة 5 كل يوم، وأربعة وتلاتة ونص، وأوقات غريبة جدا كده بالظبط. ادعوا لي. انما انا كنت فاضي بقى و... والله، هو و... اللي ايه يعني. انا لا، المفروض ما كل بقول حد لك إيه. مختلفين، هو اللي كان مشغول. أيوه، مش ذنبي بقى، ذنب الكلية. روحوا قولوا لعميد الكلية الأستاذ أحمد بلبولة يخفف علينا البتاع عشان أظهر حلو، لكم. قلت اسمه في الهوا، يا ما شاء الله. عشان على فكره مش يبعتوا له. هشيلها لك اهو. يلا. تلاش، انا لازم يبعتوا له يقولوا له خفف على الفرقه طب الاولى. يلا كده ايه. الجدول جاهز او الايام، مش الجدول. عشان ماشي، جاهز ولا ايه؟ جاهز. هنسخن ونقول. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. ايه رأيك في مستوى، ماشي، ايه رأيك مستوى الفرق في المجموعة الأولى من الكونفدرالية؟ طب بقول لك ايه، قول المجموعه. ماشي. لا لا لا، أنا مجهز التحضير قدامي اهو. المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني، الصفاقسي التونسي، ماشي، النادي الرياضي القسطنطيني، هو اللي هو القسطنطيني بتاع الجزائر يعني، م-م. انت عارفه اكيد. وبرافوس ماكيوس، ده نادي انجولي. طيب، دي كده المجموعة الأولى. مم. المجموعه الاولى تعتبر متكافئه جدا باستثناء الفريق الجديد ده اللي غير برافوس معروف ماكيوس. وليس له باع افريقيا. مم. ولكن بقيه الانديه انديه عريقه وتستطيع المنافسه، مش بس على الصعود، في منهم يستطيع المنافسه على اللقب. تمام. تعرف الأستاذ طبعا ماهر جنينة اللي كان بيتكلم كتير عن الاتحاد الأفريقي والفرق الأفريقية. م. هعتبرك دلوقتي هو عشان تكون فاهم أنا هكمل معاك الأسئلة على أي أساس. عندك بقى تكملة اللي جبت السؤال ولا أسأل السؤال اللي بعده؟ خلاص، بس بالنسبه بقى للتوقع مين اللي هيصعد. لا لا لا، ما لسه ما جاش، لسه ما جاش. طب خلينا تمام، نيجي يبقى انا كده حللت المجموعة. أي فريق من الفرق الأربعة اللي في المجموعة التانية ممكن يشكل مفاجأة؟ التانية. طب انت سبت الاولى خالص. هرجع لها متقلقش. طب انت ليه بتعمل كده؟ طب قول المجموعة التانية. نهضة بركان، استاد مالي، طبعا اصلا كنت فهمت منين. ستيليون بوش، ده فريق من جنوب افريقيا. و لوندا سول، ده فريق انجولي برضه. استاد مالي. ممكن تعرف مفاجأة استاد مالي؟ ده انت سريع جدا في الاجابة. طب السؤال اللي بعده بما انك نازل ليه كده بقى بقى. مش هقول لك نهضة البركان؟ لان مم. نهضة البركان ما تعتبرش تعمل مفاجأة، لانها من الاندية المنافسة على اللقب دايما. فبالنسبة لي اه، حاجة غير اعتيادية انها تعمل ليه ما مفاجأة. نقولش انها ستيليون بوش مثلا؟ لا، ما عشان ما تعرفهاش. عشان ما اعرفهاش، وعشان لا اعتقد طيب. ان الاندية اللي زي دي ما بيكونش عندها اصلا دعم مالي. طب ماشي. الإجابة صادمة. طيب لا لا، كنت عايز اقول حاجة بس قلت احنا في الهوا، المهم يعني. قيم لي أداء الصفاقسي التونسي في الفترة الأخيرة دي، رجعنا له أهو. بص، مم. الصفاقسي التونسي على المستوى النادي وعلى مستوى مم. الألقاب هو مش ظاهر قوي. خد بالك ولكن بس عشان ما تتوهش مني الحكاية، أنا قلت الفترة الأخيرة، اوعى تروح في حتة تانية. يبقى أداء الصفاقسي التونسي مم. واستمرار الصفاقسي التونسي واللعيبة التونسية، مم. وهي شغالة بتعمل صفقات حلوة كريستو. يعني أنت عايز إيه؟ ماشي. لا، ده أنا بقول بس اللي على الصفقة اللي نعرفها. ما أنا كنت هقول، بس أنا عشان دي الوحيدة اللي إحنا نعرفها فقلت ملهاش لازمة. طيب، شكرا لحضرتك. السؤال اللي بعده. تستاهل يا لا لا، تمام تمام، أنت بترد لي في الأسئلة في الإجابات يعني. حاضر حاضر. السؤال، عشان فكرة أنا ممكن أسيب ورد أسئلة وأسأل من عقلي، وده مش حلو، مش حلو عشانك خالص.
كمل ورقة الأسئلة اللي أنت محضرها، أو شوف أنت عايز تعمل إيه، أنا جاهز كده كده لأي حاجة. ازاي ممكن بس الطقس يأثر على أداء الفرق اللي في المجموعة الثالثة؟ قول انت لو المجموعة عرفت المجموعة التالتة. الثالثة هتفهم ليه السؤال. المجموعة ماشي الثالثة قول. فيها اتحاد الجزائر، فيها أسك ميموزا اللي هو ده فريق إيفواري، في فريق جراف ده سنغالي، وفي أورابا اسمه ايه، يونايتد البوتسواني. بص، هم معظم الأندية أصلا عندهم الرطوبة عالية والحاجات زي الفل عشان كده كده. انا قصدي سألت السؤال. فأعتقد برضو إن هم كلهم في منطقة واحدة يعتبر، قريبين حتى من بعض إلى والجزائر. حد ما. لما الجزائر هي اللي هتتظلم لما تسافر. شكرا لحضرتك. أكمل ولا في تكملة؟ ولكن تكملة. جو التاكس، جو الطقس، وجو الرطوبة، وجو الحكم، وجو ده كله مبقاش بينفع في الكورة. الدراع بايظ بتاع البلاي ستيشن صح كده؟ مبقاش بينفع في فاهم انا الكورة. النظام ده. حتى ماشي. الملعب اللي هو بيبقى ان شاء الله حتى بتلعب في ملعب رمل، انت عارف انك رايح تلعب في ملعب رمل. ما عملوها قبل كده صح؟ انت عارف لو هيجيبوك تلعب في الشارع، انت عارف من قبلها انك رايح تلعب في الشارع، اطلع العب في الشارع اتدرب. صح. ما تجيش تقول لي الملعب شارع. اه اطلع في الشارع اتدرب والعب. صح كده. شكرا ايوه. جدا. شكرا جدا. السؤال اللي بقى، بص هو السؤال ده غريب بعيد شوية عن أفريقيا، عن الكونفدرالية. هل الأهلي عنده فرصة عشان يعني للذهاب يعني بعيد في دور الأبطال الموسم ده، يعني ينطلق كده ويعدي كده ويمكن يروح الاهلي نص النهائي؟ الاهلي الاهلي معاك دائما. مجموعة طيب الأول ولا أنت هتجيب عامة؟ بص، الاهلي دائما عنده فرصة الذهاب بعيدا في اي بطولة. خلص. مش عايز مجموعته أصلا. طب شكرا جدا ليك. السؤال اللي بعده، إيه المشكلة الرئيسية اللي ممكن تقابل الزمالك في دور المجموعات؟ شوف أنا بحاولك من هنا لهنا كده وبنقلك نقلات كتير. المصري. ده عشان تمام، دي المشكلة أوكي. شكرا جدا. مش عايز طيب بقية المجموعة؟ انا بالنسبة لي المصري العقبة الوحيدة. طيب من غير ما نسمع بقية المجموعة يعني. طيب السؤال، اسمعها بعدين لو في سؤال تاني. إيه هي نقاط القوة في فريق نهضة بركان المغرب؟ الهجوم ونص الملعب. بس دفاعه والدفاع. مش احسن حاجة. تمام ماشي. أوكي شكرا ما جدا. تسألش تاني بقى وتقعد ساكت احسن. يا ابني هتسيب الورقة يا ابني، والله اهدى بقى. انت اللي بتصر على انك تاخد يعني كده. ماشي. كيف تؤثر الإصابات على خطط الفرق في المرحلة دي؟ اعتقد ان اللعيبة المميزة في افريقيا مش كتير. ففكرة يا إصابة لهوي على لاعب الجميلة الجملة. مميز، فكرة إصابة لاعب مميز كنت حاطط عليه أمل، قد يكون سبب في إن الأمل كله يضيع. اه فحافظ على أمل، وكن حريصا على إبقائه معك بدلا من أن يذهب إلى غيرك. شكرا جدا. هنسف أسئلة الفرق طيب. طالب دار علوم بيقدم لكم نصيحة. اسكت. أي فريق في المجموعة الرابعة يشكل تهديد حقيقي للزمالك؟ قول بقى المجموعة، ولو إني المجموعة، ثابت على موقفي وهو المصري. الزمالك والمصري وإنيمبا النيجيري وبلاك بول الموزمبيقي. بص، أنا ممكن أقول لك إن احتمال كبير ما تشوفش الزمالك يكمل في البطولة. ده ليه؟ عشان عشان إنيمبا والمصري ولا بلاك يس، بول؟ هو مش اليمبا بلاك بول. والمصري. برضو ايه الفريق اللي ممكن يكون عقبة او يعني مش عقبة احنا قلناها، الفريق اللي شد يعني التهديد. طبعا نيمبا بره والمصري بره جوه. امم المصري مصر بتاعته. طيب نكمل الأسئلة اللي بعدها. والزمالك كمان بتاعه، فعادي. طيب. ده مش معناه ان هو هيكسب الزمالك، بس انا اقصد انه المصري تهديد، لان المصري من بلدك وهيلعب الماتشين معاك هنا. وانت اوكي. كمان مش مرجح انك تكسب انيمبا بره. يعني في مهم. 3 ماتشات انت مش ضامن فيهم مكسب. طيب سؤال شخصي. ماشي. لو جينا ده بره رواية الأسئلة، لو جينا للفرق العربية، مين اللي فيهم ليه أسلوب لعب مميز؟ الزمالك. يا الله.
طب احنا لو جيت اراجع معاك هلاقي في الفرق العربية في الصفاقسي التونسي والنادي الجزائري قسطنطينة ونهضة بركان، واهو معانا لحظة نكمل. متهيألي كانش في حد في المجموعة التانية غيرها. ماشي، واتحاد الجزائر. آه ماشي، في المجموعة التالتة برضه مفيش، والزمالك طبعا والمصري. فلو جينا هنا برضه في أفريقيا هنلاقي إن في تقريبا الهلال السوداني طب حدد البطولة. لا يعني هو أنا بتكلم عن فرقة عربية بشكل عام. ما حدد مين البطولة، لو ما انت جينا ما للفرق العربية اللي تجيبش دي موجودة؟ لدي، ما تجيبش البطولة دي ما لدي. ده سؤال شخصي عن لا، مين ما هو للفرق. السؤال طب انت الشخصي جاوبت يا عني عن حبيبي. الكونفدرالية. طب قول ايوه. لي مين اللي في أفريقيا، أنا مين هلحق اللي في أقول لك. افريقيا؟ مم. أم... الأهلي. الاهلي له اسلوب مميز، بس انا اخرج أكيد الاهلي يعني. بره الحسبة وخلينا نتكلم. طيب انا خلاص، لا ما انا عشان خلصت اسئله الفرق، فانت انا يعني عايز اجابه عشان ادخلك بقى في اسئله المجموعات. يعني انا تقدر تقول الترجي. مصنفهم. الترجي. الترجي في مجموعه مين؟ الترجي. وصن داونز طبعا، الترجي. بس صن داونز مش صن عربي. داونز مش عربي. الترجي فين بقى عشان انا مش لاقيه هنا؟ اه الترجي في المجموعه الرابعه. يا مجموعه مجموعه بيراميدز. طب طيب. نكمل. انت اسئله المجموعات. طيب بص بقى، ايه توقعاتك لمباريات المجموعه الاولى؟ قولها. ما انا المجموعة الأولى في كل مجموعة، يعني المجموعة الأولى بتاعت الكونفدرالية مثلا. توقعات اللي هيصعدوا. لا ماتشات هتبقى ماشية ازاي؟ طب قول المجموعة وانا اقول لك. بتاعت أم، الكونفدرالية زي ما قلت، سيمبا التنزاني والصفاقسي والنادي طيب القسطنطيني ده والنادي الأخير برافوس ماكيوس. بص، ماتشين الصفاقسي وال... والفريق الجزائري دول مش هيتحسموا. امم عادي، الاتنين متعودين على الملاعب العربية، والاتنين تنحين زي بعض، شمال أفارقة عادي، يعني احنا زي الفل. هنلعب شوط ونضيع شوط في كل ملعب، فتمام ملناش فيه. قشطة. شوف مين فيهم هيخطف ايه والدنيا ماشية ازاي. امم الفريق سيمبا، وده سيمبا اعتقد هتكسب حلو، عادي. تمام. ممكن تخسر بره بس تكسب في ارضها اكيد. الحصالة يعني ماكيوس. اه، بالنسبة بقى للفريق العربية اعتقد هم هيكسبوا سيمبا في ارضهم وهيخسروا في ارض سيمبا او هيتعادلوا. طيب، مازيمبي ويانج أفريكانز والهلال ومولودية الجزائر، مجموعة في لا أفريقيا. دي بص احنا هنشوف ده شمالها يعني، خصوصا ان انت خصوصا ان هتلاقي ممكن بقى لو انا اقرا مازيمبي كده وانا معاك، مازيمبي ويانج كويسه، افريكانز مع بعض دي برضو كويسه، هيدشملوا بعض في الماتشين. ومولودية الجزائر هتكون رقم ومولودية 3 في الجزائر الحوار، والهلال والهلال رقم 4. هيدشملوا بعض في الماتشين. مهم. وقدامنا بقى نشوف مين بقى الحصالة؟ الاثنين السؤال ده هيعملوا ايه شخصي في يعني. الماتشات الافارقه. ايه مين مين الحصاله في الحصالة؟ المجموعه دي؟ سؤال شخصي بره الأسئلة. انت قلت مازيمبي ويانج افريكانز والهلال ومولودية الجزائر. ممكن تلاقي مفيش المولودية. حصالات صح؟ صعب لا لا، شوية إنك تلاقي حصالات. بس يعني هتلاقي أول تمام ماتش ماشي. قوية، مش هتلاقي حد بيخسر يخسر يخسر يخسر، اصل مفيش حد. المجموعه دي مش ما هقول لك هي حدش مجموعه هيشيل. النار، بس فعلا دي مجموعه حلوه. ما هو ما حدش هيشيل ما. لا السؤال لا، اللي كل بعده واحد أيوه هي. عشان. مم. اصل دي تعتبر كفه متعادله عند كل نادي، ما كل نادي عشان عنده كده، ما حظوظ. أنا عشان كده ما حدش هيشيل، بالتالي مش هتصرف في المجموعة دي. قول لي كل طيب، نادي عنده حظوظ. أي فريق، ماشي أي فريق تعتقد إنه هيكون بطل الكونفدرالية؟ ان شاء الله. يعني مين البطل؟ وما تقوليش أطراف النهائي، وما تقوليش مين اللي هيصعد من كل مجموعة. مين البطل؟ مم. ما اتحاد العاصمه. تتوهش يعني. اتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة فين بالظبط؟ لو اتحاد العاصمه اتحاد لو العاصمة هنا. الجزائري هنا. يس. ده هو ده اللي انت عايزه. مم. شكرا لحضرتك. السؤال اللي بعده، كيف تتوقع المنافسة؟ يا بقى بص، بين نادي القسطنطيني وبرافوس ماكيوس. لا، ما فيهاش. القسطنطيني. ما فيهاش. طيب، في رأيك كده ايه العوامل اللي هتساعد فريقين محليين زي الزمالك والمصري ان هم ينجحوا في مجموعتهم؟ منطقتك يدوا اهي لبعض بقى. هدايا. ي- يعني بص، هما يشدوا حيلهم ويصعدوا بره ويكسبوا م? بره، ويجوا هنا بقى ايه،
اللي ليه مصلحة عند التاني ياخدها ويصعدوا الاتنين سوا. انا هكمل في السؤال اللي بعده، مش هينفع اتناقش معاك فيها. انت عارف ان دي حته اللي بفهم فيها، كنت هناوي اناقشك في الحوار بس يعني انت كده بتهزر، مش هينفع اتناقش في ده خالص. السؤال اللي بعده، انت واجابتك احرار. ازاي هتأثر، السؤال ده كده معرفش ليه والله، ازاي هتأثر عدوى الطموحات على الفرق في المجموعة الرابعة؟ بص، قولها كده. المجموعة الرابعة هتفهم برضه ليه من المجموعة الرابعة. ما هي مجموعة الزمالك والمصري ونيمبا النيجيري وبلاك بول. بص، اللي عنده دافع اقوى هو اللي هيكون كده، بس ايوه الثلاث بس فرق انا عندهم بتكلم عن طموحات. عدوى الطموحات، ده عدوى هيساعد في الطموحات ان هو احنا ده اصلا نشوف محتوى ماتشات السؤال. ممتعة. ده هيساعد في ان انت تشوف ماتشات ممتعة. طب هيساعد في انك الترجي تشوف اداء. ماشي، طب الترجي وبيراميدز وسجرادا وجو وجولي اسمه ايه، يا نهار بص، من ابيض. الاخر هو الترجي حاسمها اول وبيراميدز حاسمها تاني، الا بقى لو في فريق قرر يتعالى. طب تمام، هو اوكي يعني، خلينا في السؤال اللي بعدها احسن. سجرادا اصلا مش فريق افريقي. طب اكمل، ما هو فريق ايه معلش؟ ده فريق. اسيا. لا، هو اصلا. ما بره علينا. التصنيف. كل الاحترام لانجولا. كمل. هل تعتقد ان النادي الرياضي القسطنطيني قادر ان هو يوصل لدور 16؟ لا ارجح، لكنه عنده الاستطاعة لفعل ذلك. في رايك ايه هي حظوظ الفرق الانجوليه في الكونفدراليه؟ ما هو للاسف ما لهمش. طيب، ايه اللي ممكن يخلي اسك ميموزا يخطف الفوز من اتحاد الجزائر؟ الطقس. يا انا قلت انك هتتعاطف على اسئله زي دي، خصوصا انت معايا في المصل في المحل يعني، مش في كده. طيب، في تصورك ازاي هيكون تنسيق الفرق في الماتشات اللي هتلعبها مع بعضها؟ من ناحية ايه؟ تنسيق الفرق من ناحية ايه برضو؟ يعني مين هيلعب مع مين في الدور اللي بعده، يعني مجموعات، هو مش مهم الناس نصعد منها دلوقتي، لكن لو يعني بشكل عام اللي هيصعد ممكن يواجه مين او كده، عندك تصور؟ لا، مش قادر احط تصور الموضوع ده. طيب، السؤال الوحيد اللي وقع مني دلوقتي خالص، وده مش عيب مش واقع، يعني. بس دي ملهاش طب احنا قلنا تصورات. بقى ده مش عيب، ما هو خلاص. طيب، ايه التكتيك الانسب لمدرب الزمالك في مواجهة الفرق الافريقية؟ ويا رب تقول الاجابة اعرف اتناقش معاك فيها. الفرق الافريقية. امم عدم الخوف. ده التكتيك اللي هو انسب لجوميز. عدم الخوف. واتدرب على الطقس النيجيري. الاجابة ده التكتيك كويس. بتاع جوميز يا جدع، حرام عليك والله. هو ده تكتيك جوميز. ما تخافوش يا اولاد. بالظبط. احنا هننزل حاضر، نلعب وربنا معانا. حاضر. ماشي، السؤال اللي بعده. احنا كده خلصنا، لكن تعالى بقى نروح لأسئلة الأداء الفردي. يلا بينا. على اي حاجة مش فارقة اسمها كتير، مقلق، خد يلا بينا. بالك، أسئلة الأداء الفردي. انا مبيفرقش معايا اسامي. مين اللاعب اللي تتوقع إنه يكون نجم البطولة زيزو. الموسم ده؟ الله، ازاي ممكن طب في افريقيا طيب، عشان بس هتمور. في افريقيا ما مم. اعرفهمش. تعرفهمش؟ طب لا، من تعرفهم اي حاجه بعرفهم بقى ما اعرفهمش. يعني ايه؟ شكلك مش عارف تجاوب. طب الانديه الافريقيه اصلا بتغير اللاعبين كانها طب بتغير ما انت تيشيرتات. قلت زيزو، طب خلاص خلينا في الانديه اللي انت تعرف فيها لعيبه، يعني ممكن تقول في الاهلي في حد، او في بيراميدز، او في الترجي، او في الرجاء يعني، او وناديكم متابعه. لا، ما في الاهلي مش متوقع حد. يا نهار ممكن ابيض. وسام. طيب، ازاي ممكن الحارس يساهم في نجاح فريقه في المجموعات؟ طبعا تصديات. مم. والحفاظ على مرماه. يقوم بدوره والكلين يعني. شيت. اوكي. امال يعني هيقوم بدور الهجوم. لا لا، اصل انت اجابتك هي دور الحارس.
فكنت طب انت عايز بلخصها ايه؟ يعني، قول لي هيقوم قول. بدوره. ماشي ماشي. هل تفتكر إن اتحاد الجزائر هيعتمد على أي نجوم في البطولة؟ هو السؤال يعني إنك تعرفني النجوم اللي أنت تتوقعها ممكن يلعب بيها. بص السؤال ده هو سؤال شخصي. يعني اتحاد الجزائر اصلا كنادي ما عندوش نجوم كتير. هو ما هو عندوش أنت نجوم جد اصلا قندوسي منين فكرني؟ من المولودية، طيب. او من فوق ستيف قصدي. طيب ماشي. أوكي. كمل. فالاتحاد الجزائري ما عندوش النجوم اللي ممكن تتوقع. لا، هو نادي جماعي، هو نادي بيعرف يخطف. شكرا. شكرا. جدعان أنا بحترم كل الدوريات والاتحادات والفرق اللي بنتكلم عن أنديتها دي، بس يعني تمام. وانا دي إجابته، هنعمل له إيه؟ السؤال اللي بعده يا ابني. كيف ممكن يؤدي وجود لاعبين أصحاب خبرة في الفرق؟ يعني قيادة. شوف. ما يؤدي يا عم حرام عليك، اديني إجابات مفيدة. شفت انا بتقول ما بتسأل. تقوليش أدوارهم. لا، ما هي دي الاجابات. شكرا لحضرتك. السؤال اللي عفوا بعده. برنس. في رأيك إيه دور البدلاء في مثل هذه البطولة؟ ان يكونوا بدلاء ذهبيين. يا رب نخفي. أنا غلطان عن تصنيف الأسئلة الفردية. أنا يا جدعان مش همنتج خالص الدرفتة بتاعتي دي. أوكي. مين أكتر لاعب لازم تراقبه مع أسيك ميموزا؟ ما انا ما اعرفهمش لعيبة اسك. طيب. إيه أهمية سلاسة التمريرات بين اللاعبين في الماتشات؟ اهميتها مم. التعاون وكسر الخطوط الدفاعية وتكهكر دفاع سؤال الاخصام. فني ها. تمام، وتكهكر دفاع الاخصام مم. وخلق المساحات وهدم الثغرات للوصول الى الشباك. ياه. بس محاضرة. محاضرة. كمل يا جدعان عشان تعليقات والله. بصوا يلا المهم. بشكل عام طيب، هل هيكون لخط الدفاع دور مؤثر في نتائج الفرق؟ إذا كان خط دفاع متميزا بالتأكيد، وإذا كان خط AI دفاع بيتكلم. كمل كمل. وإذا كان خط دفاع غير متميزا فبكل تأكيد لا. شكرا حضرتك. ازاي تقدر تعمل تقييم شامل لأداء مهاجمين الفرق؟ لما يوصل لهم كرات. ده تقييم لا. انت انا ازاي ممكن تديني تقييم ليهم، تقييم شامل ليهم يعني؟ ايه الحاجة اللي انت ممكن تقيمها لي بيهم دلوقتي؟ الحاجة اللي ممكن أقيمها لك بيهم دلوقتي امم معرفتي الشخصية بيهم طب. والأداء الماضي، طيب ولكن ليس لهم تمام. أداء ظاهر حاليا ممكن نقيمهم عليه. احنا متابعين للكرة المصرية اكتر، فاكيد انت متعرفش يعني. طيب السؤال المهم بالنسبة لي. ليه بيعتبر تأثير الجماهير مهم في المحطات الحاسمة؟ عشان هي اللاعب رقم واحد، وبعدين الجماهير بتأثر على لعيبة الخصم كمان. خلصت من أسئلة الفرديات الحمد لله. طيب نخش في استراتيجيات اللعب. انت بتفضل اللعب الهجومي ولا الدفاعي في البطولة دي؟ على حسب النادي. استغفر الله. احنا جبنا من النادي دي يعني. طيب. ايه المتوقع من الفرق بعد تحقيقها نتائج إيجابية؟ تصعد من المجموعات هتعمل ايه يعني؟ استغفر الله العظيم يا رب. ازاي ممكن تتغير الخطط التكتيكية بعد الخسارة؟ على حسب الأسلوب اللعب اللي بيتلعب بيه، وعلى حسب فكرة استغفر الله. المدرب واللي هو شايفه في عيوب الفرق. ممكن بدل خطة اللعب لما تتغير ممكن نغير اللعب ذات نفسه بصوا يا جماعة، محمود أنا سبت وقت الأسئلة. أو اللاعبين. تمام، أنا سبت وقت الأسئلة. تعالى لي بقى عشان اتخنقت حرفيا منك. ازاي يتعامل المدرب ماشي مع الوضع النفسي للاعبين؟ أنا سبت وقت الأسئلة وجيت لك. يجب خلق دوافع عند تمام. كل نادي
وعند كل لاعب وعند المدرب ذات نفسه. طيب، هل تفضل استخدام طريقة 4-3-3 ولا 4-2-3-1 في ماتشات البطولة؟ أنا أفضل وجود صانع لعب دائما. 4-2-3-1 يعني. ب4-3 ما فيهاش. طيب، لا، ما أنا قلت كده عشان عشان ايه؟ هاتولي أي خطة فيها صانع لعب وأنا معاكم فيها. إن شاء الله اه حتى كده. تلعبوا لي بقى، أنتوا حرين. 3-5-2. أنا ماليش صح؟ دعوة. ما احنا كنا بنلعبها. ماشي، طب عشان ما خلاص، كنتش مش الكلام فيها ده صانع مني. لعب. مش فيها صانع لعب. ماشي. ايه تأثير الرغبة في الفوز على أداء اللاعبين في الميدان أو في الملعب؟ يعني واحد. تأثير الرغبة إذا كانت رغبة قوية في الفوز تأثيرا إيجابيا جدا، حتى إذا كانت خطة اللعب غير ناجحة. فالمجهود الفردي بسبب رغبة لاعب في إثبات نفسه، أو رغبة عدة لاعبين في أخذ 3 نقاط أو أخذ تذكرة صعود، كفيل بأنه ينجح نادي. كل شوية تثبت لي إن أنا لازم أسيب وقت الأسئلة. هل ممكن نشوف أسلوب جديد يتبعه مدرب الفرق خلال المباريات؟ ممكن إذا كانت المباريات على عكس توقعات المدربين، إزاي وده هيتعامل متوقع. طيب، إزاي هيتعامل المدرب مع مستوى لاعبيه خلال البطولة؟ أولا، حدد مستوى لاعبيك، مم. وبعد كده فكر تتعامل إزاي. أكمل ولا أكمل؟ كمل. مذهبك. ولا أقول لك، طب والله لك، لا أقولها لك بالفصحى. بص، ذهبيتك إيه في في إنشاء لعب جماعي يشوف النجاح؟ مش إيه هي يا عم محمد؟ التعاون فيما بين اللاعبين، والتمريرات السريعة، ودقة العرضيات إلى رؤوس المهاجمين وأقدامهم. طيب، في رأيك إزاي تتأثر خطة الفريق بخسارة لاعب مؤثر؟ محور اللعب دائما خسارته مؤلمة، طيب. فإذا خسرنا محور اللعب فإننا نخسر الخطة بالكامل. أنت عارف فيجب على إن المدربين عدم عمل خطة مم. فيها محور لاعب واحد، كجوميز عندما يعامل زيزو، طيب. أو العكس. مم. يجب أن نتعامل مع الأندية تعامل جماعي. شكرا جدا. طيب، تعالى بقى عشان لا أنا إيه. تأتي للتحدث معي بالفصحى مرة أخرى، مش أنا لأنني يا عم. أجيدها أنت بالطبع. أنت عارف إن أنا بستفزك عشان أنت أوكي، مديني في الحلقة. طيب، وأنا عشان جاهز أنا لهذا. كنت متابع حلقات شوبير، فتعالى بقى أخدك لأسلوب أسئلة شوبير. هنروح للأسئلة اللي بتتعلق بالمقارنة بين الفرق. يلا بينا. يلا بينا. فلتبدأ. هل ولا لا، بلاش هل، أنا أسأل سؤال بطريقة تانية. أنا بقى هستخدم معاك السرعة دلوقتي. إيه الفرق بين خبرة الرجاء والجيش الملكي في المسابقة؟ زي خبرة الناشئ واللي عنده خبرة. والله العظيم. مين الأكثر استقرارا، الزمالك ولا المصري؟ المصري. مقارنة بين مستوى الهلال السوداني ومازيمبي، إيه رأيك؟ مازيمبي أقوى. كيف تقارن بين أداء صن داونز والأهلي في أفريقيا؟ سان داونز فرقة كورة، الأهلي فرقة بطولات. يا نهار أبيض. إزاي تقدر تقول إن الفرق المصرية قوية مقارنة بالفرق الأفريقية؟ عندما ترى الفرق المصرية تفوز على الفرق الأفريقية خارج الأرض. إيه العناصر اللي بتخلي الترجي التونسي دايما في المقدمة؟ السلطة اللي موجودة داخل الاتحاد الأفريقي. كيف أداء الفرق التابعة لدوريات مختلفة يؤثر على أدائها في البطولة؟
وجود الدوريات مؤثر بالطبع، لأن قوة الدوري تنشأ عنها قوة الفريق. ازاي ممكن تفسر تفوق البيراميدز في الفترة الأخيرة؟ يا رب ما فوت. عندهم بعض الاستقرار وبعض الأداء، ولكن مم. هم برضو ما زالوا ينقصهم الدافع. أنا عايز تفسر لي تفوقهم، وإنما عشان أنت بتجيب إجابة تانية خالص كده. وإنما هم أصلا ذهبوا وجاءوا من أجل الدافع ولن يحققوه إلى الآن. طيب اعتبر إجابة السؤال أصلا ما تقدرش، أعتبر طيب هي بره السؤال. تفوق بيراميدز فين بقى؟ أيوة، فسر لي التفوق. هل هل بيراميدز تفوق أفريقيا؟ لا. ماشي. إذا لا يوجد تفوق كي نفسره. أنت بتقول لي إن سؤالي غلط يعني؟ أنا بقول لك إن سؤالك جاء من العدم، أنا طيب ليس له أساس ولا واقع. كان سؤال نقاشي والله، بس أنت يعني عصبتني فحطيته لك هنا. طيب، مين في رأيك أكتر فريق تنزاني قادر على تحقيق المفاجآت؟ سيمبا. أوكي. كيف تقارن بين أسلوب لعب الفرق المدعومة من الحكومة والفرق الخاصة؟ الفرق الخاصة أقوى دعما ماليا. ما بغلطش فيكم يا حكومة والله، بس دي الحقيقة يعني. انتوا بتشجعوا الاستثمار. قارن لي بأسلوب الفرق. حرام عليك. أسلوب الفرق. ماشي. ست ما هو انت مقارنات. ما تقنعنيش ان خطة اللعب مثلا او مم. اسلوب فريق دفاعي او هجومي ينشأ عن ناحية الحكومة. ما هو ما بيتدربوش داخل القوات المسلحة. طيب أنا آسف جدا. الحكومة دورها إداري. ماشي أنا ما آسف، تجيبليش ماشي سؤال فني أنا آسف. داخل حاضر قوة حاضر إدارية. حاضر حاضر. خلينا نخش في التكتيك ونرجع ونسيب المقارنات. ما عشان سلكش هنا. ماشي ماشي. أنا هاجي لك في التكتيكات وهضيف لك فيها الإصابات. يلا بينا. إيه تأثير حالة الطقس على أداء الماتشات اللي في مناطق معينة يعني؟ حلل ده سؤال تحليلي أصلا، اتفضل. شوف حسب عايز المنطقة. ما أنا عشان ماشي. كده سبت السؤال شوف حسب متعلق. المنطقة وحسب الطقس. ممكن تتعامل ازاي كقوة بدنية، تتعامل ازاي كقوة أكسجين، تتعامل ازاي. مفيش مانع لو المكان ينقسم الأكسجين مهم. نحاول ناخد جرعة أكسجين عادي جدا. ماشي طيب. إزاي الإصابات بتأثر على المستوى الفني؟ دلوقتي عندك قلب دفاع بيحضر كورة كويس جدا، اتصاب. هتعرف تحضر؟ لا، العب كرة طويلة. إذا قوة مم. ومركز اللاعب هي التي تؤثر على المستوى الفني. إيه تأثير الإصابات على المستوى الفني للفرق يعني في الماتشات بتاعت المجموعات؟ يعني ده سؤال تحليلي يعني أنا. طيب إصابة اللاعب داخل المباراة أقوى بكتير من إصابته خارج المباراة، مم. لأن إصابة اللاعب خارج المباراة يستطيع المدرب إن هو يلحق الأمر، تمام. ولكن إصابة اللاعب داخل المباراة ممكن يكون المدرب مش عنده البديل الكفء تمام. لأنه تمام. يؤدي المهمة، ولكن تمام. سيضطر المدرب لإنزال لإشراك لاعب أي لاعب عشان أيا كان، طيب. سواء كان يستطيع أن يؤدي المهمة أو لا، حتى لو كان مركزه، ولكن معلش التكتكس معلش. مطلوب. أنا لما طيب، بختار أشرف داري في ماتشات وبختار ياسر في ماتشات ببقى على حسب أنا عايز إيه. إذا عادل القيعي كان قايل مع شوبير: خد من اللاعب، او يعني انت في مدربين انا بقول لهم خدوا من اللاعب الحته اللي انتوا عايزينها بس. يعني بالظبط، تمام. أكيد أنت منزل ده عشان عايزه في هنا، فلو اتصاب هنا ضاع. طيب انا روح بس شوف هناك ايه، بقى. عايزك بقى الاسئله الجايه تجاوبها بسرعه. ماشي طيب. كيف تتوقع تاثير عوده اللاعبين المصابين على الدوري؟ حماس. طب هل تعتقد ان الغيابات بسبب الاصابات هتاثر على حظوظ الفرق الكبيره؟ الفرق الكبيرة يجب أن لا تتأثر. امم بس أنت مستني حاجة تانية؟ لا يعني كمل. مفيش. جم كلمة
أبرك من جرنان. كلمة لها معنى أبرك من جرنان ليس له معنى ولا فائدة. طيب ماشي. كيف يمكن يتعامل المدرب مع إصابة لاعب رئيسي في منتصف البطولة؟ جهز البديل من الأول، جهز بديل لكل لاعب. طيب في رأيك هل الفرق اللي بتعتمد على اللاعبين الشباب أكتر عرضة للإصابات؟ ده سؤال شخصي مش في الأسئلة. إذا كان الشباب محمل بالتهور والحماسة الزائدة. مم. بس يس. يعني أنا في فين النشاط اللي طب ماشي. حاضر حاضر. إزاي ممكن يأثر برنامج المباريات المزدحم على أداء الفرق؟ أكيد هيأثر بالسلب، وأكيد ممكن ما نشوفش أداء كويس، سؤال وأكيد ممكن شخصي. نشوف إصابات، طب وأكيد خلاص ممكن خلاص نشوف جاهز. تغير تكتيكي، وأكيد ممكن نشوف تغير خططي، وأكيد ممكن نشوف بدلاء كتير، ماشي وأكيد ماشي. ممكن نشوف مفاجآت كمان. طيب سؤال شخصي بس بره الأسئلة، هل ممكن نشوف استراتيجيات مختلفة بسبب الإصابات في خلال البطولة؟ عادي. اه. عادي اه. طب السؤال اللي بعده، نرجع تاني للأسئلة. كيف يؤثر الضغط النفسي على أداء البدني للاعبين المصابين يعني، عشان نبقى ايه خلصنا أسئلة الإصابات أم... والتكتيكات. يجب أن لا تشعر المصاب بأن مكانه قد يضيع. طيب طلب أرجوك تنفذه. خليك هادي في الأسئلة الجاية عشان دي أسئلة التحكيم. تمام. لا، ما أنا ما وعدكش. يلا، ممكن تلغيها من الفقر. سؤال شخصي بره الأسئلة. أنا بص شوية من هنا شوية من هنا بقى. يلا. ايه رأيك في مستوى التحكيم في البطولات الأفريقية؟ مش أفضل حاجة. طيب بص أنا هسأل أسئلة الشخصية بالعامية عادي والباقي بالفصحى. هل تفتكر إن التحكيم هو سبب الخسائر لبعض الفرق؟ مفيش تحكيم يستطيع بمفرده أن يكون سبب خسارة أي فريق. طيب ماشي. كيف يمكن معالجة الأخطاء التحكيمية اللي بتأثر على الوضع على المباريات؟ الأخطاء الغير مقصودة ممكن نعالجها بالتدريب، الأخطاء المقصودة تدريب. نعالجها. يس. تدريب إيه معلش؟ تدريب الحكام هم كبار، محدش كبير على التدريب، محدش كبير على العلم، وما ماشي. دمت أخطأت إذا فأنت تريد أن تصحح من أخطائك. طيب إيه أما لو دور الأخطاء دي مقصودة بقى فإحنا مم. وسط الحكم. نعالجها. بالظبط، بانسحاب الحكم. ما ينفعش. سؤال شخصي كده يلا بينا. ايه دور الحكم الرابع في تنظيم المباريات الكبرى؟ عشان ده سؤال شخصي جدا جدا اصلا يعني. إحنا للأسف ما بنعتبروش موجود. طب ما عشان كده عايز اعرف ايه دوره بقى. اتفضل. دوره، ما انت عارف هدف القناة، بحب أقول التعليق لك في وسط دوره، الكلام. قول دوره. يعني أنا أقول لك دوره. اه قول قول. دوره إنه يخلي ما فيش شخص يقوم من على الدكة. دوره إن الاعتراض يكون معاه، دوره إنه الكلام يكون معاه، دوره طب إنه ما انا حدش جاي اعترض يقرب. وجريت على الحكم الاول. انا يعني الحكم الرابع يعمل ايه؟ النظام أصلا بيقول إنك ما تجريش الحكم الأول، طب تكلمني دي أنا وأنا مشكلة اللي أكلم اللاعب الحكم بقى. الرابع. ومشكلة الحكم الرابع عشان بيسكت وما بيكتبش في تقرير، ولما بيكتب في هو تقرير. التقرير اللي بيكتبه الحكم الاول وبيتكتب فوقيه تقرير مراقب المباراة او مراقب الحكم. طيب، خلاص. يبقى إذا هذه مشكلة مراقب المباراة والحكم الأول اللي ما يبقى بيحافظش دي على الحكم مشكلة الرابع اللي معاه. كبرى. انا إحنا لفت انا بنتعامل مع ايه. الحكم الرابع على إنه شغلته يمسك اللوحة. بالظبط. ونقعد نقول له ارفع بقى، ارفع، ارفع، وفي الآخر هو ممكن لا وساعات يجي ينزل الناس اللي بعت الدكه دي ويعين على التبديلات. ده اخره كده في القصه دي كلها. طيب انا بالظبط، مع لفت إنه النظر دوره في أقوى القناه. من كده. وانا خلاص أهو، انا لفت النظر في القناه اهو عن حاجه مهمه. لو لقيتكم كمسؤولين مش عاملين فيها حاجه هضطر اعمل حلقه بقى خاصه. نكمل يا ابني اسئلتنا. هل تعتقد ان استخدام تقنيه الفار مفيد في البطوله الافريقيه؟ إذا تم إحكام استخدام ما تكملش. في رايك ازاي يتعامل كمل، أنت الحكام؟ فاكرني أكمل؟ لا ما ازاي يتعامل الحكام مع الضغوط من الجمهور والفرق؟ يعني ضغط من الجمهور والفرقه نفسها. الصرامة. واو.
طيب احكم الماتش، ما انت هيهرب منك. انا هسألك سؤال برضو يعني عشان بس ايه. الصرامة مش على صاحب الارض، الصرامة على مم. الماتش، احكم بالعدل. ماشي. السؤال اللي هسأله ده عشان هدف القناة. هل عندك اقتراحات لتحسين مستوى التحكيم في البطولات الأفريقية؟ التدريبات القصوى، وان للتحكيم. الاتحاد ده تهتم بتدريب الحكام، تمام. طيب. وبعدين نركز في الكورة شوية ونخرج بره المصالح الشخصية. شكرا. طيب كيف تتوقع تأثير القوانين الجديدة على مجريات المباريات؟ هي مفيدة شوية، تمام. مفيدة. بس القوانين الجديدة مش عايزة كلام عنها كده، دي عايزة حلقة. ما في أسئلة عن هدف القناة، يعني في أسئلة تانية لينا احنا حتى في السؤال الجاي عادي. ازاي يمكن وصف العلاقة بين الحكام واللاعبين في البطولات القارية؟ إجابات في سريعة، إجابات علاقة سريعة. في علاقة بتكون بين الحكم واللاعب يعني علاقة ابتسامة كده ماشية بتعاون وكده. في علاقة الحكم عايز ينجز وينهي الماتش وطز في اللاعبين كلها، أنا عنده بحكم شغل عنده الماتش خلاص وعايز أصلا يمشي، كده. عنده عياله. فتمام يعني، بس طيب. هل تعتقد إن الحكام بيكون عندهم تحيز لبعض الفرق في الماتشات؟ إجابات سريعة. اه طيب ماشي. نخش بقى على الثقافة الجماهيرية. يلا بينا. مش لا، انت دي جمهور؟ لازم تتغير كلها كده كده. لا لا لا، اهدى بس. مش انت جمهور؟ يلا يا عم الجمهور بقى. ما هو أنت ايه يعني دور منين؟ الجمهور في دعم الفرق خلال المباريات؟ اجابات أيوه، سريعة. دعم الفرق، تشجيع فريقك. طيب هو دي مش اجابة. اجابة مش اجابة في الخطأ السؤال في يعني. مش الخطأ في فرق القسم. طيب. أنت بتقول الجمهور يدعم الفرق، مش يجي يصبوا الفرق الأخرى. طيب السؤال اللي بعده. وبعدين كيف. مش بيجي نضرب بالطوب على الأتوبيسات مثلا، لا نمسك لا 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 زايد، لا نحدف إزاز عايز مية اقول من السؤال، المدرجات، نطفي النور، نتخانق مع الأمن ونحدف قنابل مسيلة عايز اقول للدموع. السؤال تمام يا جدعان، الفار عايز ما اقول يشتغلش السؤال مثلا. عايز اقول السؤال عايز اقول السؤال. بس يا عم، دي لسه إيه؟ معلمة في دماغ هشام محمد بقى، ما طب ما تخنقناش. خلاص، اهدى بس اهدى بس. انت ما تجيش اهدى. هنا. كيف يؤثر الحضور الجماهيري على أداء الفرق في المنافسة؟ إجابات سريعة عشان نخلص من النوع ده من الأسئلة. ان شاء الله، لو كانت الجماهير واعية اصلا بتشجيع الفرق ازاي. بس كده ماشي. هل تحتاج الأندية لتدعيم جماهيرها من خلال الحملات الترويجية؟ تحتاج الجماهير الى تدعيم نفسها من خلال أنا قلت الحملات هل، نعم أو التأديبية. لا. نعم او لا؟ مم. لا، الافضل ما يجيبهمش. بس. بس إزاي ممكن يتعامل الأهلي والزمالك مع ضغط المشجعين؟ قصدك ازاي ممكن يتعامل مشجعين كل نادي مع ضغط المشجعين الاخرين؟ ودي ما اعرفهاش. هنسحب من إجابة السؤال. يلا بينا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. انقل. في رأيك في رأيك إيه أهمية الثقافة الرياضية في تعزيز الروح الرياضية؟ بص، اتمنى تحصل. إيه رأيك؟ اهميتها ايه؟ أنا عايز أهميتها. هنركز في الملعب، هنلعب كورة، مش هنلعب تمام. ماتش بره الماتش. طيب طيب. كيف يشجع الإعلام، معرفش كتبت ليه، كيف يشجع الإعلام الفرق وما تأثيره على مشجعينه؟ إجابة في جملة واحدة. الحكم بالعدل وعدم التعايز. هل تفتكر إن الفرق ممكن إن هي تعتمد على جمهورها عشان تحقق الفوز؟ نعم لا. اكيد. نعم. إزاي تأثر الشتايم أو الهتافات السلبية على اللاعبين خلال المباراة؟ إجابة في كلمتين. روح اسأل امام التيفو عمل فيه ايه. إيه توقعاتك لمشجعي الفرق الأخرى خلال مباريات فرقهم؟ إجابة في كلمة. زي الزفت. شكرا. أيوة. ما عشان أنا لو سبته هيتجنن. طب يا جدعان، كيف تتعامل الفرق مع مشجعيها بعد إنتاج السلبية؟ يجيبوا قطن ويحطوا بلاستر على بقهم عشان ما يعترضوش، يعترضوا بايديهم بس. بس. ولو ننفع نكتف خلصنا. ايديهم بالحبال يبقى تمام. خلصنا. بس يا عم بديهم خطط. بس خلاص. أسئلة بقى عن الإنجازات والتاريخ. إيه الفرق بين تاريخ الزمالك والأهلي في البطولات الأفريقية؟
زي الفرق بين الاهلي واي نادي تاني. أسئلة مقارنة بقى، يلا بينا بسرعة. يلا. كيف تقيم تاريخ الفرق في البطولات القارية؟ بتقيمها ازاي يعني؟ طريقة نقيمها ازاي؟ التقييم. على حسب خبرة الفريق في البطولة وكم حقق من البطولة. هل تحتاج الفرق الجديدة لتحقيق ألقاب تاريخية، هي تحتاج لكتابة تاريخ. ولا تكتفي بالمشاركة وخلاص؟ لا، كل فريق من حقه تحقيق اي حاجة هو عايزها. طيب، لا تستطيع ان تقول ان ما فريق أنا يكتفي يعني أنت بفريق، بس لا. عليا. جاوبني على ازاي يؤثر الإرث التاريخي للفرق على أدائها الحالي؟ سلبي ولا إيجابي؟ ساعات بيكون دافع، يبقى إجابة. وساعات بيكون دافع وهمي، مش أنت وبالتالي أهلاوي ما بيتبقالكش غير الإرث. وبتحب 85 و86 عشان قفشة القاضي يمكن، صح؟ عشان كده خسرت السوبر. عارف احنا حاليا في السؤال كام؟ 85. جبنا على السؤال. مين مم. أكتر الفرق في رأيك اللي حققت نجاحات، ماشي، بناء على تاريخها؟ طب ما ايه؟ الأهلي طبعا. طيب 86 بقى. في رأيك إيه إنجازات الفرق العربية في دوريات الأبطال أكيد، والكونفدرالية؟ أكيد الأهلي أفضل الإنجازات في دوري الأبطال. طيب يلا عشان نقرب من بلس 90 بقى. كيف تقارن بين الأعوام الأكثر نجاحا للأندية الأفريقية؟ أنهي سنة أكتر يعني؟ أنهي سنة أكتر نجاحا للأندية مم. الأفريقية؟ مم. كعرب ولا كأندية أفريقية؟ أندية أفريقية، السؤال وضح لك. مبقاش فيه. السؤال اللي بعد. إزاي ممكن للجيل الجديد من اللاعبين كتابة تاريخ جديد لأنديتهم؟ في أجيال كتبت خلاص. الجيل في الجديد أجيال يكتب لسه. إزاي؟ الجيل الجديد يكتب إزاي؟ يتعلم من الأجيال الماضية بس ويبطل خلاص كفاية كده. يمشي تبع إن هو خد هل بطولة، خلاص كده تفتكر كفاية. إن الأندية ممكن تعزز تاريخها بجيل جديد من اللاعبين؟ نعم لا. احتمال. السؤال بهل. احتمال. احتمال. طيب ركز بقى معايا في اللي جاي ده. سؤال بهل استخدم ديد. ماشي. أنت مستفز كده. كيف تعتبر الانتصار في البطولات القارية خطوة مهمة للأندية؟ عندما ينتصر نادي غير متوقع. طب سريعا بقى، تقنية وتحليل. يلا بينا. يلا. عامل لك فقرة. ازاي أنا معاك. تحلل أداء الفرق بعد كل مباراة؟ ايه الطريقة؟ أنا عايز أتعلم أحلل، علمني التحليل، يلا بينا. إحصائيات، تحركات في الملعب، ترابط بين خطوط، ماشي. ميزة كل خط، عيب كل خط، أسلوب اللعب، واللاعبين اللي ازاي كانت بتقدم أسلوب اللعب. ازاي ممكن استخدام الإحصائيات عشان نقيم أداء اللاعبين؟ أنا سبت 3 أسئلة خالص. مم. عندما تستخدم الإحصائيات فإنك ترى كل لاعب على حدة، وكم جرى وكم مرر وكيف تم قطع الكرة منه، وكيف تم هو افتكاك الكرة من الآخرين، طب بس وكيف صوت كده واضح نفسه يعني. خلاص. بس خلاص. أديك محاضرة أنا جاهز. هل تظن ان احنا في يعني حاجه بتحليل التكتيك بشكل اعمق؟ يعني احنا محتاجين نعمق تحليلاتنا شويه. أعتقد هي كده تمام. بص، هو السؤال من الاخر، التحليل التكتيكي محتاج يتطور اه ولا لا؟ هو كده كويس طيب بس السؤال يلا بينا بسرعه. تمام. كيف يعكس الاداء في الماتشات الوديه قوه الفرق؟ ما ولا حاجة. ايه الاستراتيجيات اللي ممكن يتبعها المدربين عشان يحسنوا اداء؟ يلعبوا الماتشات الودية بطابع رسمي. كيف يمكنك تحليل اسلوب اللعب بكل فريق في خلال البطوله؟ انت جاوبت عليها، لكن هل عندك طريقه تانية لإجابة السؤال؟ على حسب بقى تعاون الفرق وخطة اللعب. طيب يلا أعرف عشان حد. ايه نقفل بقى. هل تعتقد ان يجب تطبيق بعض التكنولوجيا الحديثة في التدريب؟ يجب تطبيق هل التكنولوجيا نعم الحديثة لا؟ في كل شيء. على طول. نعم. حلو، بس كده انا بحب الاستجابات دي. ازاي تقدر تقيم استجابة الفرق لتغيير الخطة الناجحة؟ تاني كده سؤال، معلش. طيب ازاي تقدر تقيم استجابة الفرق لتغيير الخطة الناجحة؟
انت عايز ايه من السؤال ده؟ يعني بس ايه، نعرف نجاوبك اجابه واضحه وصريحه لكل مشاهدينك. هل عايز ايه؟ يعني هل الخطة ناجحة عشان هي خطة ناجحة ولا عشان الفريق اللعيبة نجحت الخطة؟ ناجحه عشان المدرب نجح وحط الخطه. بس خلاص، شكرا جدا اللي جاب دي. ازاي ممكن للفرق استخدام تحليل الفيديو عشان تحسن أدائها؟ تحليل الفيديو بينجح لو كان اسلوب اللعب للفريق اللي احنا بنلعب قدامه ثابت. ازاي تتوقع شكل المنافسة في الأدوار اللي جاية بقى بناء على أداء الحالي؟ لا، هتكون منافسه قويه. طيب بس كده. آه كده حلقتنا خلصت. محتاج عايز تقول حاجة سريعا؟ لا شكرا، قلت كتير. قلت كتير، شكرا جدا. حلقة كويسة إن شاء الله، مش هيتعمل لها إبلاغ زي الحلقة اللي فاتت. ما اعتقدش. آم، كانت حلقة جميلة، كانت حلقة جميلة. ماشي. لو عجبتكم يا جماعة طريقة الأسئلة دي، يعني إيه، قولوا لنا كده وأنا هجيب لكم الواد ده بحاجات تانية حلوة كده، إيه من الحاجات دي، بس مبقاش مواضيع سخيفة زي التحكيم. وكنت أتمنى إن مش الواد ده عادي، بيفكر هنصحك. دلوقتي يقول لي اسألني في التحكيم، اسألني في التحكيم، أنا عارف. المهم، كده خلصت الحلقة، وكده حللناها المجموعات، وهنشوف بقى إن شاء الله في المستقبل هتبقى ماشية إزاي المجموعات، وممكن نكون موجودين معاكم وقتها نكمل لكم تحليل. حاجة تانية بقى، لو عجبتكم الحلقة، لايك وشير، لايك وشير، لايك وشير، تمام؟ عشان مم. أنا شايف إن القناة بدأت إنها تنتعش، فحاولوا تنعشوه أكثر، واهتموا بقى ببرنامج دوري الإرادة. طبعا نزل من أول حلقة. محمود، سريعا كده، إيه رأيك في الحلقة الأولى؟ هل سمعتها؟ حلقه ممتازه. حلقة جزء ممتازة. منها عشان المحاضره. تمام، لا مفيش مشكلة. طيب أسيبكم بقى يا جماعة عشان إيه ما نبقاش طولنا. تمام، يلا سلام.